حاجه النهارده برضو عايز اشيد النهارده بمحمد اسماعيل اللي هو انا بكلمكم بجد مكسب كبير النهارده من نجوم اللقاء. هو رقم واحد وما كانش حد يتوقع بعد الفتره اللي هو ما لعبهاش الفتره اللي فاتت دي ان ينزل النهارده. ثقه في النفس، ثقه في الاداء. والله العظيم في بعض الكرات فكرني باشرف قاسم، وده لو خد الصلاحيات كلها وان هو هيلعب الفتره اللي جايه هتتفرج على لعيب اوروبي، بالذات لما بياخد الكوره وبيزيد بيها. ده بقى لو لعب ماتشين ثلاثه الماتشات اللي جايه دي، خاف على مكانك يا ونش، خاف على مكانك يا حسام يا عبد المجيد. الراجل ده هيبقى قنبله الديفنس وهيلعب منتخب مصر. الا بقى لو بقى انت دخلت يا كابتن حسام موضوع اللي هو ايه، اهلي وزمالك، ده يلعب منتخب مصر على الشويه اللي لعبهم النهارده. بيلعب المصري، الفريق اللي هو المتصدر، الفريق اللي هو كان اول، وبيلعب بالشكل ده بالسلاسه دي بالثقه دي بالامكانيات دي. اعتقد ان ده مكسب كبير للكره المصريه. وسيبك بقى من الرجاله اللي انت بتاخدهم، خالد صبحي مع كل الاحترام هو لعيب كويس واخد بالك، بس ان هو ما يلعبش في فرقته وانت تاخده وده يلعب في فرقته زي حسام عبد المجيد يكسر الدنيا سيبك يلعب ولا ما يلعبش. بس انا دي وجهه نظر. بس لما